الأخت حورية تقول: يا شيخ، ليش المرجعية بالنجف الأشرف ساكتة عن موضوع خور عبد الله؟ أختي المحترمة، ومن خلالك إلى جميع الأخوة الكرام، لأن كثير منهم يسأل عن هذا الموضوع، ليش ما تتدخل المرجعية في موضوع خور عبد الله؟ نقول بأن هذا الموضوع مرتبط بالدوائر الرسمية اللي هو من اختصاصه، وزارة النقل، الخارجية، دائرة الموانئ وهكذا. أما المرجعية الدينية هذا الموضوع مو من اختصاصه، احنا في بلد بدوائر رسمية، مجالس تشريعية، بقضاء وهكذا، وهي اللي تعالج هذه الأمور. أما احنا كل شيء نقول المرجعية ليش ما تتدخل؟ يا أختي المحترمة، المرجعية ما عندها سلطة، المرجعية ما عندها دولة، ما عندها وظيفة تقوم بهذا الشأن. المرجعية تتدخل بالأمور العامة اللي تضمن استقرار البلاد، وتتدخل حينما تكون هناك ضرورة. أما هذه القضايا الإجرائية اللي تابعة لدوائر الدولة، هاي المفروض هي دوائر الدولة تقوم بها، والمفروض أن تسير الأمور وفق مسارها الصحيح، وهذا مو من وظيفة المرجعية أختي المحترمة.